10 عجلة ديزل بريك وهو مش شغال ربع ساعة. لو عايز تشتري عجلة من غير ما يتنسب عليك يبقى الفيديو ده علشان كل ترس وله حكاية. البس الخوذة يلا بينا نبدأ فيديو جديد على قناة ميكانيكي بايك. واول حاجه معايا يا صديقي وهي الفريم. لازم تتاكد ان الفريم ما فيهوش اي شروخ او لحمات وما فيهوش حتى خرابيش بسيطه عشان دون بيقلل من سعر العجله. وتاني حاجه معايا يا صديقي وهي اجزاء السرعات. لازم تتاكد ان اجزاء السرعات حالتها كويسه وان التروس الاماميه والخلفيه مش متاكله وان الجشمه الاماميه والجشمه الخلفيه بتنقل النقلات بتاعتها بسلاسه. وتالت حاجه معايا يا صديقي وهي الجنط الامامي والجنط الخلفي. لازم تتاكد ان هم ما فيهمش اي خبطات وان الجنود حالتها سليمه. وتتاكد كمان من الكاوتشات ان الكاوتش مش متاكل قوي، معناه ان هو ما مشيش بالعجله على الكاوتش دوت فتره طويله. ولازم تتاكد ان الداخلي ما فيهوش اي لحمات. واخر حاجه معايا يا صديقي لازم اتاكد منها وهي الحاله العامه للعجله. لازم الحاله العامه للعجله تبقى حالتها كويسه والاجزاء كلها متركبه مع بعضها بطريقه صح وان ما يكونش فيه جزء منهم متركب غلط. وكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش يا صاحبي ان كل ترس وليه حكايه.